وهي تروح على البير. يوم راحت على البير بالله بالفعل هذا مد ايده ومد نص جسمه وقاض بايده وهي قاعده على حرف البير، وحط رجله على حجاره يتناوش وتفرك الحجاره من جواه ويقع بالبير ويتف البنيه معاه وهم قاعة البير. والله وصلوا قاعة البير، ما هو غميج البير زياده لكن ما يقدرون يطلعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميع. صلوا على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا برجال يا أخوان، الرجال هذا فارس كريم شهم راعي نخوة راعي شيمة، يعني كل المواصفات الطيبة موجودة بهالرجل هذا. والرجل هذا قاعد له بعرب وعربه كلهم يحلفون براسه، هالعرب ولو عندهم كلهم يحلفون براسه، ويوم يجي طاريه كلهم يقولون والنعم. والله الرجل هذا تجوز وهي سنة الحياة، ويوم تجوز الله اعطاه ولد، اعطاه وليد. والله الولد هذا صار عمره 2 3 وسبحان الله الاعمار بيد الله وارواح منايا، وسبحان الله الكريم خذ امانته. مات ابو الولد هذا الفارس الرجال، مات. والله يوم مات الرجال هذا الولد ظل عند امه. امه قالت اني ما ادشر ابني، ما دشرته وراحت تجوزت وقعدت هذه يقعد على ابني، وهذه قسمة الله والحمد لله على هالقسمه، وقعدت على ابنها وربته من احسن التربيه. يوم صار الولد 14 12 13 12 13 يروح على المجلس، مجلس رجال والقهوه والمقاعد رجال قاعدين، يوم يروح عليهم يطردونه. انت ابن فلان ايش جابك؟ ما يقولون ابن فلان، ابن فلان امه ربته، اما صيت ابوه وذكره وسوالفه هذه راحت ماتت مع ابوه مع الاسف يعني. وهذه الامور موجوده الى يومنا هذا. يطردونه، انت ابن فلان ايش جابك؟ انت ابن فلان مدري ايش، انت كذا انت كذا، يطردونه ويتنمرون عليه. ويستحي الولد هذا وتحز بقلبه. والولد هذا امه تسولف له على فعايل ابوه وعلى سوالف ابوه وشجاعه ابوه، ويعتز ويفتخر بشجاعه ابوه. يروح على امه يشكي له، تقول معلش يا ابني اصبر. يوم من الايام صار الولد 16 17 18، صار شب 18 زلمه. والله هو يروح على المجلس ويطردونه ويقولون انت وينك وين مقاعيد رجال؟ المقاعيد هذه ما يقعد بيها الا الرجال اللي يجيب فعل بيده، فعل ايده، يعني انه يكون فارس، يكون كذا، له موقف بالحياه، له شغله، له عمل. والله حطها بباله راح على امه وقال يا يمه اني اريد اروح اجيب فعل بيدي. قالت يا ابني انت لسعك وينك وين السوالف هاي؟ تحسبها سوالف هذه ما كل الزلم تقدر عليها ولا كل الرجال تقدر عليها. قال اني والله ما يا اذا اطلع يا اما اهفي واروح على وجهي، يا اما اجيب فعل بيدي واجي. رادت منه كذا مدري ايش، لزم. وهو يروح الرجال وخذ مع يعني مثل ما تقول غريضات زواده وما شابه ذلك. والله مشى الرجال هذا هالشبيب هذا، يوم اعصرت الدنيا قضت المي من عنده، ما ظل عنده مي. والله قبل الغياب بشوي وهو يلقى له مكان ماشي حاله ويقوم يقعد عنده له عجينه ويسويها قرصه ويشب النار. غابت الشمس، مي ما ظل عنده، اما جوعان تعبان. شب النار وعنده له مثل القرصه، يسوي قرصه ويدمها بالرمل ويحط النار فوقه ويستناها تستوي. النار فوق القرصه هذه، تا الرمل يسويها من حرارته. والله ظلمت العين، ما هو قاعد ويسمع طربقه خيل. والله استصن مضبوط وانه قريبه الطربقه هذه، وانها لا بالله ما هي قضيه فرس وفرسين، الموضوع كبير وانهم جيش. والله هذا يوم من دحق قال هذول والله جو يذبحوني، هم على نيتهم ما يدرون بي وما هم شايفين حتى ناره، هم جايين هنا. وهو خاف ويقضب ويقوم يدم النار ويضبطها وبيلو وادي بشده ويروح على الوادي يقعد. قال تقعد يوم نشوف شنو موضوعهم. والله يجون هذول يوم يجون وانهم فوق 10 15 فارس ومعاهم هودج،
والهودج هذا ما يسوونه لأي إنسان وأي بنية، هذه يا بنت أمير يا بنت شيخ يا من هالناس الأثرياء. الهودج هذا يعني شيء مميز، ما هو أي شيء. والله ويجون ويقعدون بمكان امراح الولد هذا، ويقعد ينوخون الهودج وفوق ناره وفوق النار فوق قرصته، عشان دامها بالرمل، هو قاعد بالوادي قاعد يضحك. والله قاعد ضحك يوم من نص الليل، بعد نص الليل تأكد ان الناس هذه ما عاد هنية للمشي، وهذا اشتروا الجوع ملعون. يوم من ضحك قال هذول ناموا، واذا اروح ابحش قرصتي اطلعها تريد اكل يصير بي حيل. والله وهو يروح يتسلل ويتمشى، يوم نجي عند الهودج، بالله العظيم عند الهودج، وهو يقوم يبحش، يقوم يحفر. يوم من ثاني البنية هذه بنت الشيخ اللي بالهودج ما هي نايمة، ضحك عليه وتشوفه يوم المديد وهي تقضبه من ايده وتفون وعدها بالهودج. ايش جابك انت؟ شني شغلتك؟ والله لعلم عليك يذبحونك. قال طولي بالك، اني قصتي كذا وكذا وكذا وكذا، وطلعت ادور فعل، ويوم من جيت شبيت ناري هنا سولف له القصه كامله. قال الدحج اذا طلع كلامك صحيح ابشر بالعشاء، اما اذا طلع كلامك ما هو مضبوط ترى الحد اصيح للعبد هذا اخليه يقط راسك، كنا عبيد لله. قال ابد، قالت تحول معاه ويحفرون بالله وتطلع القرصه. يوم طلعت القرصه جيت اكل، قال خلك منها، خلك من القرصه هاي، وهي تمد يدها بالهودج عدها من جميع ما لذ وطاب، تنطي ويتعشى بالله. يوم اشبع، يوم نشبع ونقولها اني ضميت عطشت شلا، وهو اللي عطشان. ويوم من الانسان ياكل وعلى عطش يزيد العطش. قال اني عطشت وضميت واريد مي. قالت والله مي ما عندي، بالهودج ما عندي مي، لكن هذا البير اثاري هم يوم من جو نوخوا هنا يندلون، هذا مكان ابار ومكان بير، هم عاد نوخوا وامرحوا بجنب البير تاي يتجهبون من المي وهذا، والصبح يمشون. هو ما يدري وين البير. قالت هذاك البير. قال انا لي من العصر هين ومندل ماشي. قالت هذاك هو دلي على البير. قالت روح اشرب وتيسر. وهو يروح تاي يشرب، يوم نجي ويقع على الحبل، يقع يدلي الدلو. يوم ندل الدلو ويقع على الحبل من ايده. يوم نوقع على الحبل ويلتف بحجره هيك جاي مبوز بقلب البير، يعني تبعد لها شغله متر ونص عن نثم البير، ويلتف عليها. راد كذا حاول تاي خمش الحبل، ما هي حول السالفه بعيد ما. وهو يرجع عليها قال يا بنت الحلال والله العظيم الموضوع صار كذا وكذا وكذا. المطلوب، قال المطلوب اريدش بس تروحين تقضبين ايدي على ثم البير واني بلشي اني اقدر اغرف الحبل. قالت امشي. وهي تروح على البير. يوم راحت على البير بالله بالفعل هذا مد ايده ومد نص جسمه وقاض بايده، وهي قاعده على حرف البير، وحط رجله على حجاره يتناوش وتفرك الحجاره من جواه، ويقع بالبير ويتف البنيه معاه وهم قاعه البير. والله وصلوا قاعه البير، ما هو غميج البير زياده لكن ما يقدرون يطلعون، ويظلون للصبح بقلب البير. والله اصبحت الدنيا، يوم اصبحت الدنيا الشيخ قال للعبد روح شوف لنا عمتك نمشي نروح. ويروح العبد هذا عند الهودج، يا عمه يا عمه يا عمه، ما بيفتح الهودج والهودج ما ابو حد. والله قام يدور، قام كذا جي على البير. يوم دحق على البير وانها بقاعة البير هي ومعاها الشب هذا اللي ما يعرفونه. راح على ابو البنيه ويقول بنتك بقلب البير، واقع بقلب البير مع شب غريب ما نعرفه. هذا فورا خطر باله الامور الشينه، ونقول اني اريد اخذ الضعن وامشي، وانت تظل هنا ايش تلقى شجره يابس، ايش تلقى حطب، ايش تلقى من هالجش من هالكذا كون بقلب البير لما تعبيه واعلجوا فوقهم وتعال. قال خوش. والله مشى الضعن ويظل العبد هذا وين يلقى شجره وين يلقى كذا ويزتها بقلب البير. هذا يوم من العبد يزت الشجر والهذا بقلب البير والحطب هذا كل ما يزت الشجره شغله يطلع فوق. هالولد هذا هو البنيه اللي معاه، كل ما يزت يطلع فوقها. يوم ما ظل عليهم والله عرف حاله انه يقدر يطلع. يوم من دحق العبد راح يجي يشلع له شجره، وهذا دحق يقدر يطلع وهو يتعربش وكذا ويطلع. يوم من طلع لقى السيف عند ثم البير، العبد حاط السيف عند ثم البير يروح يجيب حاطب. والله هو يخمش السيف ويجي لك داخل العبد مثل هناك موطخ جاي يشلع من هل، وهو يهف ومطير راسه. يوم نهف ومطير راسه
وهو يرجع على البنيه ويطالعها. بعد ما طلعها قال يا بنت الناس والله انت ما قصرتي معاي ومواقفك ما تنسى، لكن تريدين هلك اني اوصلك لهلك، تريدين تظلين معاي والله اخت عزيزه، تريدين تتجوزيني زاد انت حره، اني ما اجبرش على نفسي. قالت والله فكرت، قالت رحت لاهلي، اهلي ما راح يصدقون وراح يذبحوني، لا بالله اتجوزك. وقال خير ان شاء الله، ويقضب ويحطها بهودجها ويجيب الهودج على العرب، اقبل على العرب. الهودج عاد الهودج بمصاري وبمستلزمات كل اموال العرب هذول بقلب هالهودج، على اساس العبد يعلقهم ويجيب الهودج. الهودج بيه كل ميزانيه هذا الشيخ هذا ابوها. ويجي الولد هذا يوم نجي ويجيب الهودج ويجي على العرب، يوم نجي على العرب والناس دحقت وان فلان ويقول له بهودج، والهودج مو سوالف، بنت امير بنت شيخ يا ولو ابن فلان شلون كذا مدري ايش. ويجي على امه ويسولف لامه القصه كذا وكذا، ويبني له بيت طيب مثل هناك، يبله ويزف، وصار عنده مصاري وصار عنده اموره طيبه، واشترى حلال واشترى هذا، وقام يعزم ربعه ويعطيهم من هالعطايا ويجخ عليهم ويضبط وضعه. ايه بالله شوحن زين، ويصير فلان ابن فلان. الله يرحم ابوك، انت طالع على ابوك، وابوك رجال وابوك فارس وابوك مدري ايش، وانتم جماعه الشجاعه والطيب هذا وارثينه وراثه ولا هو غريب عليك. ايه بالله واختلف الحكي الاولي. فيا الربع والله العظيم مع الاسف الشديد يعني ما هو كل الناس، لكن نسبه والله ما هي بسيطه. تنظر الجيب الانسان ايش عنده وش يملك ايش كذا، يعني احترامه من احترام مصاريه، وهذا الشيء والله غلط. ايه والله. فهذه قصه يا اخوان حبيت اني اشاركها معاكم. النشامه والله اني مستحي منكم وخجلتوني بتفاعلكم الطيب هذا والله، وانكم جماعه كفو وما قصرتوا رايتكم الشمس. سويت لي هنيت انستغرام فعاد ما افوت عليها والله ان قاعد تنكسر عيني، افوت عليها عندي 3 اوادم مدري 4 اوادم متابعيني بيها، فعاد هلا بيها احط لكم الرابط هنا، يا احطوا بالوصف بالتعليقات احط لكم الرابط. النشامه افزعوا علي، زبطوا لنا الوضع بالانستغرام. كل الحب والاحترام، الله يعطيكم العافيه، جزاكم الخير، بيض الله وجيهكم، مشكورين جزيل الشكر. اشكركم من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.